أحبائي، شلونكم؟ اليوم حسوي تتبيلة صدر الدجاج المشوي على الطباخ أو على الفحم. خليت بالجدر لبن وراشي ونارنج، وهسه حضيف البهارات اللي هي سماق، وراح أضيف قليل من الكركم العفو، وقليل من القرنفل، وراح اخلط المكونات جيدا. وطبعا ما خليت كمون لاني ما متوفر عندي، بس طبعا كمون يعطيها طعم كلش طيب. اظل اخلط بالمكونات وبعدها ارجع لكم. هسه راح اضيف صدر الدجاج بعد ما قطعته وملحته. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اضيفه وارجع لكم. بعد ما ضفت الصدر الدجاج صار بهذا الشكل، راح اتركه ليلة كاملة يتشبع بالتتبيلة وتدخل بكل الاجزاء مالت الدجاج، ونرجع لكم ثاني يوم اراويكم الشرح نشويها. هسه بعد ما تبلته ليلة كاملة رجعت لكم، جبت هذا المشبك مال اوفن، شوية دهنته بالزيت الاطراف مالته وشيشت الشياش، وهسه دا اشوي على الطباخ على النار العالية بس تكون ناصية جدا. وهسه دا اسويه وكل بين فترة اقلبه، وبعدها اراويكم شكله من يستوي. اكمل الكمية واراويكم. انا ايضا دا اشوي بصل وراح اشوي طماطة كأنه دا اسويه على الفحم، ويصير طيب عشاء. من يخلص اراويكم الشكل النهائي بالترتيب. وهذا كان شكل طبقنا لهذا اليوم بعد ما سويناه على الطباخ، عبالك على الفحم، وطري وطيب طعمه كلش. ويسعدكم الف عافية.